السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض سكارف بغرزة الجراني. ده خيط فاشون كنت شارياه كده ستوك، هنجربه مع بعض ان شاء الله. طيب، ازاي نبدأ الشال؟ هنعمل دايرة السحرية. طب الدايرة السحرية بتتعمل ازاي؟ هنعمل كده حرف الاكس ونعدل ايدينا. تمام، هنزل الابرة كده ونسحب الحلقة اللي جوه اهو، ونروح ماسكينها كده اهو. كون عندنا الفراغ، هنسيب ايدينا ناخد سلسلة بس عشان نثبت، وكونت عندنا الايه الدايرة. طيب هنعمل ايه في الدايرة؟ الاول هنرتفع كمان سلسلتين، يبقى احنا كده ارتفعنا 3 سلسلة بمثابة عمود. هنلف لفة على الابرة وندخل في الدايرة ونسحب ونعمل عمود كمان، ونعمل تالت عمود. تمام، ناخد 3 سلسلة، 1 2 3، ونلف لفة ونعمل مجموعة كمان من 3 أعمدة. 1 2 3. خلاص. طيب احنا كده عملنا يعتبر اول سطر. هنقفل الدايرة السحرية، هنشد الطرف القصير ده كده كويس، وبكده اول سطر اتكون عندنا عبارة عن ايه؟ 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة. طيب عشان نرتفع السطر اللي بعده هنرتفع 3 سلسلة ونلف الشغل معانا. هلف لفة على الإبرة، وفي نفس الغرزة جنب التلات سلاسل هنعمل عمودين في نفس الغرزة اهو. ادي 1 ادي 2. تمام، هناخد سلسلة واحدة بس، وهروح للفراغ اللي اتكون عندي بالتلاتة سلسلة، الفراغ دوت، وهدخل اعمل فيه مجموعتين. عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 أعمدة اهو، 3 سلاسل، 3 أعمدة تاني في نفس الفراغ. سوري. احنا عملنا صدفة في النص من 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة. هناخد سلسلة واحدة ونروح فين بقى؟ الثلاث أعمدة الأخرى دول هنروح لسلاسل الارتفاع الأخيرة، وندخل في آخر سلسلة ونعمل 3 عمود. ندخل بس ايه كويس. نعمل فيها 3 عمود زي ما بدأنا السطر جنب سلاسل الارتفاع، عملنا عمودين عشان يبقى الإجمالي كام؟ 3 عمود اهو. بصوا معايا اهو، يبقى عملنا 3 أعمدة سلاسل الارتفاع، وعملنا جنبها عمودين، خدنا سلسلة، رحنا للفراغ اللي هو ال3 سلاسل اللي في النص، عملنا فوقيه صدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة. جينا على سلاسل الارتفاع اللي هنا 3 أعمدة الأخرى، وفي تالت سلسلة عملنا ايه؟ 3 أعمدة. بصوا شكل المثلث بان مظهر معاه. طيب ايه اللي بعد كده؟ هو على فكرة الشال كله، السكارف كله تكرار، يعني مفيهوش اي حاجة، يعتبر من اسهل الغرز الجراني. طيب نشوف مع بعض. هنرتفع تاني 3 سلسلة ونلف الشغل، ونيجي جنب سلاسل الارتفاع برضو زي ما اتفقنا وندخل زي ما اتفقنا حبايبي. هنرتفع 3 سلسلة، ندور الشغل معانا جنب سلاسل الارتفاع، هنعمل عمودين عشان يبقوا 3 أعمدة. تمام، هناخد سلسلة، هنبص هنلاقي هنا اتكون لي فراغ غير الفراغ اللي هو في السنتر دوت. الفراغ اللي هو تحت السلسلة هنعمل فيه ايه؟ هنعمل فيه 3 أعمدة بس جنب بعض. تمام،
ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، وناخد سلسلة واحدة. هنروح بقى للسنتر اهي المنطقة ديت، ونعمل فيها المجموعة اللي هي مكونة من كام زي ما اتفقنا، من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في نفس المكان اهو. الله اكبر، 3 سلسلة، 3 عمود تاني في نفس الايه المكان اهو. هناخد سلسلة ونروح نلاقي في فراغ اتكون معايا قبل ال3 أعمدة الأخرى، هعمل فيه برضو 3 عواميد بلفة جنب بعض، 1 2 3. وبعد المجموعة دي بنعمل ايه؟ بناخد سلسلة ما ننساهاش. هنيجي يبقى فاضل معانا ال3 أعمدة دول، هنروح لتالت عمود اللي هم عبارة عن سلاسل الارتفاع، وندخل ونعمل ايه زي ما اتفقنا، هنعمل 3 أعمدة في نفس المكان اهو، 1 2 3. يا رب اتمنى تكون الفكرة وصلت. الشال بتاعنا هو عبارة عن كده، كل شوية هنرتفع 3 سلسلة، ونعمل جنب السلسل ارتفاع عمودين، وناخد سلسلة، ونيجي الفراغ ده اتكون عندي نعمل فيه 3 عمود سلسلة، والفراغ ده 3 عمود سلسلة، نيجي على السنتر نعمل مجموعة من 3 أعمدة، 3 سلسلة، 3 أعمدة سلسلة، بعديهم 3 أعمدة هنا و3 أعمدة هنا، ونيجي في سلاسل الارتفاع ونعمل 3 أعمدة. كل ما تشتغلي في الشال هتلاقي الفراغات دي بتكتر معاكي والشال بيكبر معاكي. انا هكمل بالطريقه ديت، ولو في اي استفسار اكتبولي في التعليقات هرد عليكم ان شاء الله. هشوف هوصل لحد الطول المناسب او المقاس المناسب ليا، وارجع معاكم ان شاء الله نشوف هنعمل ايه تاني في الشال او في السكارف بتاعنا. اتمنى حبايبي تدعموني بلايك، ولو ما اشتركتيش في القناه اشتركي عشان يوصلك كل حاجه جديده بعملها ان شاء الله. انا حبايبي وصلت وصلت للطول بتاعي المناسب في السكارف بتاعي. يعني انا قست طول السكارف كده بالطول لحد تحت، لقيته عامل 60 سنتي، وقست العرض من هنا لهنا لقيته 120، فاكتفيت. بس الجزء دوت انا كنت عايزه اطوله اللي هو الجنبين بتوعه، فعملت الفكره دي، وبعدين رحت عملت الشرشوبه بتاعته، فسبت الجنب التاني عشان اوريكم هعمل هطوله ازاي. فهجيب الخيط وهاجي هنا، المفروض ان احنا كنا بنشتغل فين، في تالت سلسلة في العمود بسلاسل ارتفاع، 1 2 3. هدخل فيها وهسحب الخيط عادي خالص، ارتفع 3 سلسلة تمام، اروح لف الشغل، احاول اخد ايه الزيادة دي وانا شغالة جنب ال3 سلسلة. هنعمل ايه، هعمل 3 أعمدة كمان، 1 2 سوري 3 اهو بالشكل ده تمام. طيب هروح مرتفعة 3 سلسلة تاني ولفة كده اهو، جنب برضو سلاسل الارتفاع دي في نفس المكان اعمل 3 أعمدة، 2 اهو، عشان يبقى 4 بسلاسل الارتفاع اهو. اروح مرتفعة تاني 3 سلسلة والف الشغل كده، واجي جنب سلاسل الارتفاع
وعاملة برضو 3 أعمدة اهو. اهو بالشكل ده. تاني اخر مرة، 1 2 3 والف كده جنب سلسلة الارتفاع واعمل 3 أعمدة، 1 2 3 اهو بالشكل ده. تمام. انا هعمل نفس العدد اللي عملته الناحية التانية. انا عملت هنا حوالي 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خلاص. واللي مش عارف طريقة الشرشوبة هسيب له اللينك بتاع فيديو كنت عاملاه وكنت عاملة فيه الطريقة. خلاص. يا رب يكون السكارف عجبكم او الشال. تنسونيش في اللايك، ولو مشتركتيش في القناة اشتركي عشان يوصلك كل جديد بإذن الله.